السلام عليكم الإخوان والأخوات، كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم هذا الفيديو إن شاء الله خصصته يعني أي مستهلك. هذا الفيديو كيهم أي مستهلك، لأن إحنا كنا كناكلو الأسماك أو الحوت، خاصنا أي حوت كليناه نعرفوا الجودة ديالو قبل ما نشريوه من عند بائع الأسماك. يعني أي واحد كيهمو هذا الفيديو كيفاش نعرف الطراوة ديال الحوت بأنها الأسماك بأنها طازجة وباقا طرية. يعني اول حاجه انا كمستهلك ملي كنمشي للمارشي باش نشري الحوت او نقاط بيع الاسماك، اول حاجه كنشوفها كنسرح غير عيني، كنشوف بعيني نقدر نعرف الحوت غير بالعين ديالي. الا كنت مولف كيشري الحوت دائما وحريفي كيما نقول، يعني اي واحد مثلا دابا كيشوف الحوت غير بعيني كيعرف واش مزيان ولا ما مزيانش بلا ما يقلبو بيدو او يشم الريحه ديالو. يعني اي واحد يشوف الحوت من بعيد، يعني قريب يكون واقف على بائع الاسماك، يشوف الحوت غير بعينو يعرف واش مزيان ولا ما مزيانش، واش باقي طري او ما طريش. يعني اول حاجه كتشوف ليطا ديال الحوت، يكون بريو، يكون فيه لودور دمير، واحد الريحه ديال البحر باقا فيه، يعني ريحه تكون عاطيه منه، ويكون بريو داك الحوت، ولي زيو ديالو يكونوا بومبي، العين ديالو باقا ما داخلينش ولا شي حاجه. هذيك رؤيه يعني بالعين. ولكن دابا ان شاء الله غنحاول نديطاي شويه، نقلب العيون والخياشيم والانسجه والبطن، يعني نحاول نشد ديك الحوته بيدي ونقلبها. اول حاجه كنقلبها كنشوف العينين ديال داك الحوت تكون لامعه وبراقه وليست غائره للداخل. يعني هذاك العينين ديال الحوت ما يكونوش داخلين ولا يكونوا فيهم شي لون مغاير، وتكون لامعه، وتكون العين ديالها باقا صحيحه، ما تكونش داخله او تكون بيضه بزاف، او تكون يعني تكون العين ديالها باقا بغيو اي بومبي. كذلك الخياشيم اللي كتسموا لي برونشي، هاد لي برونشي كنحاول نشد الحوته بيدي ونفتح هذاك الخياشيم، نفتح وحده فيهم وكنشم الريحه ديالها. خاص ديك الريحه ما تكونش روائح كريهه، تكون فيها الريحه رائحه البحر، كتسمى لودور دوميغ، تكون ريحه الحوت عاديه، ما تكونش شي ريحه اللي هي كريهه. الا كانت الريحه كريهه كتعرف راه الحوت قديم بزاف. وكيفاش كتكون هي طبيعيه، اللون ديالها طبيعي، وتكون حمراء كتميل للون الغوز، وتكون خاليه من المواد اللزجه. كذلك يكون فيهم ريوق الا كان داك الحوت قديم بزاف، كيكون كيميل للون الابيض، الساعه تعرفوا راه حوت قديم. كذلك الانسجه، يعني الجلد واللحم ديالو كيفاش خاصو يكون. خاص الانسجه كيفاش تكون، خاص الجلد يكون متماسك، وكذلك الا حطيت صبعي في ديك الحوته وركت عليها، يعني خاص داك الابهام ديالي ما يبقاش مصور واحد لاطراس، خاص يرجع بالزربه داك الا بقى داك الابهام يعني مطبوع في ديك لاشير ديال الحوته، هنا كتعرف بان راه الحوت قديم شويه او بدا يقدام، حيت الحوت الطري ما يمكنش يبقى مصور الابهام ديالك. يعني هادو كذلك يكون هذاك الحوت خالي من الكدمات، ما يكونش ممعوس بهذا الدارجه، يكون كيبان لكم حاطر عليه الثقل او شي حاجه، يكون ممعوس. هذاك الشيء خاص الانسان يورد البال ديالو. لكن نحاول نهضر بمصطلحات اللي ممكن يفهموا كل شيء. انا في يامي يهضر يعني لي مو تكنيك، وكنحاول انفيتي داكشي نهضر بمصطلحات اللي ممكن اي واحد يفهم هاد الكلمات اللي كنقول. كذلك بالنسبه للبطن كنسميوها لابدومين، هذاك لابدومين ما خاصش يكونوا داك الامعاء يكونوا خارجين، او لانيس ديالو يكون خارج منها شي حاجه، يعني المخرج ديال داك الحوت ما يكونش خارج منه شي مصران او شي حاجه، يكون داك المصارن باقي داخلين، ما يكونش خارج داك الفيسير ديالو ما يكونوش خارجين. هادو هما النقاط المهمه اللي كاينه خمسه. كاينه قلنا له دور دمير، يعني رائحه البحر، العيون تكون مزيانه، الخياشيم، الانسجه والبطن، ويكون داك الحوت يكون ريجيد، يكون قاصح، ما يكونش ماشي يكون كونجولي، يكون انه يكون ريجيد، يعني باقي قاصح شويه يلا طري. الحوت ملي كيبدا يتهرى يعني كيبدا يقدام، لا حطيتي الابهام ديالك على الشير ديالو كتعرفوا راه قديم. يعني ديال اهم النصائح. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. انا درت هذا الفيديو اكسبري لان كيوقع الاقبال بزاف على الاسماك في شهر رمضان، باش اي مستهلك غادي يشري السمك اللي عارف مزيان، اللي ما عارفش يستافد من هذا الشيء اللي قلنا، والله ييسر الامور. كنتمنوا تبارطاجيو هذا الفيديو مع العائلات ديالكم باش يعرفوا الحوت المزيان من القديم. اللهم يسر، والسلام عليكم، ونلتقي ان شاء الله في فيديو اخر.